اهو بس ما شاء الله 150 150 100. حبيت اجي اشيك على الضغط، على ضغط الماكينه، اشوف اذا الضغط ممتاز ولا لا. قال لي فوق ال 120 كويس، بس طلعت 150 يعني ممتازه. هاي الورشه بيشتغلوا بالشغلات الفحص، ضفاير، بيقيسوا الضغط، طرمبات، الامور هاي كلياتها. برضو عندهم شغله مهمه، الكمبيوترات. بفكوا الكمبيوتر نفسه بصلحوه من جوا، الشرايح اللي فيه والامور هاي. عنده مكتب هناك بفحص فيه اشياء غريبه عجيبه عنده للفحص والشغل. جبنا بواجي ليزر، هي الافضل واقوى، فهي سعرها اغلى شوي، لكن بقول لك ادائها وعمرها اطول، تعطي عزم احسن. هذا جهاز تنظيف البخاخات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتوا عند أكرم، حياكم الله. ورجعنا على السيارة. طبعا بعد ما بدلنا الماكينة الحمد لله والأمورها طيبة. في عندي بعض الأشياء باقية لازم أحسمها، ومنها الشكمان بده فحص، بدنا نفحص دبة البيئة والحساس حقه. السلام عليكم. يا هلا والله. بتنظفوا دبة البيئة؟ مو إفراغ، تنظيف. تنظيف ايوه. اللي بتحطوا عليه محلول او كذا او شيء؟ لا بيجي لها بخاخ من قطع الغير الشري. انتوا بتفكوه أيوة. بتنظفوه. طيب كم بتكلف؟ جيب لي بخاخ وانظف لك. وين البخاخ؟ هي محل هون قريب؟ هذه 6 ساعة. 8 8 بيجي دبتين. هذا دبتين ايوه. بخاخ مش تبع الديزل، بحطوا ديزل وكروسين وبنزين وبنفخوها بالهواء كذا، بس البخاخ افضل. كان اول كذا بالنظف، بس الان نزلوا بخاخ الان. بعرف نفس الشركة اظن. ايوه هذا هو. طيب وين نحصله؟ عندكم ما في هون؟ ها؟ لفيت المحلات كلها هون وما حصلناه. غريبة ها؟ خلينا نروح نشوف محلات ثانية. قال لي في محل ورا هناك. غريبة محلات الجويزة ما عندهم قطع غيار. مش قطعة غيار يعني، هذا بخاخ أو منظف هيك سائل. هلا محلات الشكمانات أول ما تروح لعنده بتقول له بدي تنظيف مثلا دبة البيئة أو كذا، هي طبعا لازم تتنظف كل فترة والثانية، لازم تتنظف، تقفل، تكتم السيارة. صاحب محل الشكمان أول ما تروح لعنده إيش بيسوي؟ بجيب النار بالأكسجين، بقص لك فتحة هيك، بجيب الشاكوش بكسرها شوي، بقول لك عملنا خربانة هاي خلاص ارميها. طيب قول له بطلت ما بديش ارميها، يقول لك لا خلاص ما تكسرت، ما تنفع. فأول كلمة قلت له إياها تنظيف بالسائل، ما هو تنظيف بمعنى أنه فكها أو الغيها أو شيء، كسرها فرغها، لا، تنظيف بالسائل. هاي الخطوة الأولى. أنا جبت حساس شكمان وجبت كم قطعة كمان سأفرجيكم إياهن. هذا هن القطعة، طلبت من النت والله، في شوية قطع هيك بدي أركبهن على حساسات الشكمان. والله للأسف هذا السائل لفيت كل المحلات هون وما لقيته. بس شكلي بدي أسأل محل شكمانات ثاني إذا بيعرف ينظفها بدون هذا السائل. بينظفوها بالكروسين أو الديزل يمشي الحال، لأنه أساسا السائل هذا شو هو غير كروسين. محل شكمانات. ورش الميكانيك كلها مثل بعضها، ولا في فرق من خلال تجربتي. ورشة معتمدة ولا ورشة فنة كلهم نفس الدقة. فوق قطعة بركب قطعة. الفرق بينهم شيء بتحذر يعني، هو ولا هو بصير يفك بشكل عشوائي، شيء يعني بكون شوي فاهم يعني، هذا عارف مثلا من صوت الماكينة، من حرارتها، من كذا، بقول لك المشكلة مثلا بالمنطقة الفلانية. وفي ناس فعلا فاهمة بس نادرا ما تحصلهم، اللي هو اللي فاهم درجة عالية جدا، يعني عارف دارة الكهرباء كيف ماشية، دارة المية، دارة الزيت، ضغط الزيت، الحرارة، الشكمان، الدخول والخروج، هذا نادر ما تحصله.
اذا بتحصل واحد زي هيك فاهم مزبوط ميكانيك مسك فيه وصلح عنده. انا ما حصلتش للاسف يعني، دورت هون في جده ما حصلت، كلياتهم ابو فك ركب بس، فك قطعه ركب قطعه. هذا بخاخ؟ ايوه هذا كيميكال يجي. كيف هذا ركب انت فكه برا؟ لا بدون فكه برا، ساعة فكه سبي هذا. جيت على هذا المحل حق الشكمان، دعس على البنزين بقول لي الشكمان كويس، يعني الهواء الضغط اللي طالع منه بقول لي كويس، وفي ممكن حساس الشكمان نفسه يكون مضروب. شايفين هذا حساس شكمان، يا رب يكون واضح. هذا هو توصيلات هاي. كيف سيارة؟ طلع في تسريب هون والله ماني عارف وين، ممكن هون. هذا حق الحساس. هذا الفيشة. طيب عندك حساس، عندك حساس هنا، عندك حساسين اثنين، وعندك حساس برضه هنا. لا هذا ما بيخرب كثير، هذا ما بيخرب كثير، هذا ما يخرب، اللي بيخرب زياده هذا اللي بيخرب. ليش اكثر شيء يخرب هو؟ عشان الوسخ اللي يمسك في دبة البيئة يرجع عليه. عرفت؟ ما يوسخ. هذا ما بيخرب، هذا قالوا لي هذا ما يتبدل. نعم. ما يتبدل هذا. انا وريتك الحين انه فيها 4 حساسات. هاي السوسته اللي قال لي بركب لك اياها، اللي عندي فيها تسريب. خلاص توكل على الله. طيب ايش وظيفة هذا لما تجيك كهرباء، تجيك مطر، تجيك اي حاجة عشان ما يتكسر. نعم. لاعب مع المطب مع الاكل. هاي دبات بيئة هاي ولا ايش؟ هي دبات وسط ما صوت. بس ما هي بيئة. لا ما هي بيئة. بيئة هي وهمية يعني. مو وهمية. هذا الدبات وسط. دبات وسط حق الكوريلا، حق اليارس، حق كذا. التسريب اللي بالشكمان له علاقة بالعجم، على كلام المهندس هنا حق الشكمانات، واللي له علاقة بالعجم، بضعف العجم. هاي هي تختلف هاي السوسته عن الجديدة. والله هاي مبينة ستانلس ستيل، نوعيتها كويسة، طلبناها من برا. خلينا نجربها، بيقولوا هاي بتعطي قراءة غير على حساس الشكمان، وبتساعد على توفير البنزين. عندي 8 سلندر، شريبة بنزين هاي، بس تستاهل تشرب معليش. هاي نوعية صينية، تجربة، بنحطها تحت التجربة وبنشوف إذا أدائها كويس ولا لا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الحامل الأكسجين. كويس. إذا بدك تختبره عشان نشوف إذا في تسريب ولا لا. نعم لازم تشغل الساعة. يلا ماشي. أول جربت يدك وعندك تنسيم صح؟ أيوة كان تسوي يدك؟ كان في تنسيب من هون، لسه كان. حط يدك هون شوي. خليك باقي بهذا ما وريك الشبك نفسه. لا هون بظبط لك هذا. ايوه هاي من الشبك. الشبك ما في، الشبك كويس. بس هون في شوي خليك كده. هذا هو الحساس القديم، والله مصدي مرة منتهي. هذا الجديد هسه مع الجلبة الجديدة هاي كمان. هاي بتبعده بتعطي قراءة غير القراءة الصحيحة. سيارة اختفى صوتها، ما شاء الله تبارك الله، ما ظلش صوت بالسيارة. ايش سوى؟ فصل اصبع البطارية، عملنا مرة مرتين هون بالسويتش، راحت العلامة هاي تبعت التشيك انجن، بعدين ركب اصبع البطارية وخلاص برمجت. حتى الار بي ام شوفوا كيف نازل،
كان مرتفع شوي. وهاي راحت التشيك انجن. خلينا نشوف، بس هي ما تبينش غير حتى نمشي عليها شوي. اذا رجعت بكون في مشكلة ثانية او الحساس ما مشيش حاله، واذا ما رجعت خلاص الامور طيبة. خلينا نروح نغسل السيارة. السيارة من زمان لها غبرة ما شاء الله. بعد الحساس الشكمان افرقت وزنية الماكينة والرجة راحت. يعني هاي شايفين هذا كان يرج، كان في زي هيك طبطبة، راحت كلياتها اهتزاز ولا في اي شيء. قال لي هو اللي بيخربط خلط البنزين وبيخربط الهواء يعني بيعمل مشاكل، والصرف كمان، صرف البنزين. فهيك تخلصنا منه، وسعره مش مرة غالي يعني، موجود بالمواقع. اخي الصيني ما بعرف عاد بيقعد معي فترة طويلة ولا بخرب بسرعة. تحت التجربة، واذا خرب راح اقول لكم يعني الامانة. يعني ماني بعمل اعلانات لاي احد ولا تجارة ولا عندي شيء ابيعه، بس لكن كتجارب نستفيد منها، احنا بنستفيد منها وانتم بتستفيدوا كمان معي كتجربة. وهيك ان شاء الله بنكون خلصنا من هاي المهمة الحمد لله، امورها طيبة. ونشوفكم ان شاء الله اعمال جديدة بالسيارة. بامان الله.